لا خلصنا شبك خريطة مثل النسوان. العمى بعيونك لسه عم تصهل مثل الخيل. يقطع عمرك فلقتني فلق. ليش يا معلم؟ ليش ضحيت فيه؟ عمار طول عمره خدامك. لا يا سيدي، ما كان خدام، كان شقفة تأجير وعم ياخد فوق حقه، والأهم إنه كان خاين. خاين؟ ايه خاين. عملية حلب مين اللي خبر عنها بتعرف؟ لا. صاحبك اللي عم تفتح لي حنفيات عليه. عمار ما بيعملها معلم. عم تكذبني ولا حيوان؟ ما عاجل لي كذبك، بس بجوز اني قال لك الخبر كذاب بتكون سرعت. لك طول عمري بقول عنك جحش بحياتك ما بتصير بني آدم. ما حلك تفهم انه شيخ الوادي ما برد على مين من كان وما بيجيب معلوماته من الشارع؟ خصم لي اياها بقى حاجة بكي. لما رحت على الجيش وفرزوني على سرايا الدفاع كنت رايح وانا فرحان مبسوط، الارض مو وسعانتني، مفكر انه الدنيا كلها رح تزلغط لي. بس بعدين لحتى فهمت انه مو المهم انت تنبسط وتعيش مبسوط، المهم تعيش لحتى القائد يعيش. هيك فهمونا وهيك عملنا، وبالفعل كل القوة اللي معك لما يسحبها منك القائد بترجع حقك ربع ليرة بساحة الغلا، وفرنجين بتصير ما بتسوى. لذلك كنا نتسابق على الموت مسابقة قدام القائد، والقائد كان لعيب كتير، كان يخلينا نعمل كل شي بنفسنا، كان ما يحرمنا من شي لحتى ما نستغلي الروح قدامه. بس لما يشم ريحة خيانة كان يخلي للخاين يشتهي الموت مليون مرة قبل ما يموته. فلا تزعل على صاحبك، لأني رحمته وما خليته على القليلة يشتهي الموت، ريحته دغري. ولا غزوان، لك انت صرت شقفة مني، ولا اوعك تفكر بحياتك اني ممكن اعمل فيك اللي عملته بعمار. اوعك تفكر انك رخيص عندي او ممكن الحشك بالحاوية، لاني بعرفك. انت دخلت على القلب وسكرت عليك، وما بتطلع منه الا لحتى شم ريحة خيانة. بس بعرف انك ما بتخون، لذلك يلا دور السيارة واطلع يقطع عمرك لعيته لقلبي.